السلام عليكم وأهلا في وصفات اليوم. سنعمل اللحوح الصنعاني. اللحوح هو نوع من الخبز الذي طعمه حامض ويأكلونه عشفوت، لبن، بسباس، زهاوج، خاصة في الغداء وكذلك في العشاء. الطريقة بسيطة جدا ولكن الخطوات كثيرة. هنا سنشوف الخطوة من أول خطوة إلى نهاية. الخطوة الأولى هو العجين المخمر، والعجين المخمر يريد له دقيق أسمر ودقيق أبيض، ملعقة خميرة وكوب ماء. تخلطي هذه الأشياء وتتركه والغطاية فوقه لكي يخرج ويدخل هواء، يمكن لمدة 3 أيام. الثاني يوم ستشوف أنه يوجد كثير فقائق، وكذلك الخميرة الآن يشتغل كثيرا. اتركه للثالث يوم وسيكون إن شاء الله جاهز. الثالث يوم ستشوف العجينة المخمر يوجد من فوق ماء بني، وهذا هو الطبيعي. الآن لا يوجد فقائق كثير، يمكن شوية، وكذلك شمه حامض. الخطوة الثانية هو العجين، والعجين سنستخدم على العجين المخمر. نريد أن نضيف له دقيق أبيض، دقيق الذرة، خميرة وملح، وكذلك العجين المخمر، ونخلط هذه الأشياء عجينة عادية مثل الخبز. إذا هو جاف يمكن إضافة شوية ماء لكي يكون عجينة صح. خلاص هو جاهز. نغطي فوقه ونتركه يختمر 30 دقيقة. بينما يختمر سنعمل الخطوة الثالثة، وهو هذا الشربة. للشربة بسيط جدا، نريد دقيق وكذلك ماء. نضيف الماء شوية شوية، ونخلط بينه، وثم خلاص كل الماء. نريد أن نفوره فوق النار. بينما نفوره نتحرك بالملعقة الشربة، يعني بسرعة بسرعة، ولا نتركه.
وهكذا سيذهب كل الماء وسيكون سيكون قاسي شوية مثل العجينة. وعندما كل ماء خلاص، هذا يعني انه جاهز. الآن نريد الخطوة الرابعة، وللخطوة الرابعة نريد كل الأشياء التي عملنا من أول. فنفتح حقنا العجينة الذي الآن كبرت شوية، جلس 30 دقيقة، ونضيف له الشربة ونخلط مع بعض، ثم نضيف له ماء لكي يكون خفيف جدا، مثل أخف من الكيكة. ومرة ثانية سنغطي فوقه ونتركه هذه المرة 15 دقيقة حتى تشوف فقائق صغيرة، وهذا دليل انه جاهز لكي نعمله الحو. فأخيرا وصلنا للخطوة الأخيرة، وهذا الحو. نصلح الحو فوق النار. جاهزي مكان الطبخ. يمكن أفضل شيء أن تستخدمي صحن الذي من حجر أو من تراب، لأن الحديد ممكن غير مناسب. يعني يمكن يكون تمام، ولكن أفضل شيء يكون من حجر. يكون زيت شوية فوقه، شوية زيت ليس كثيرا، وثم نبدأ نعمل الحو بشكل دائرة من خارج، ونعمل دائرة حتى نوصل إلى الوسط. نتركه شوية هو يطبخ بسرعة، وهو جاهز عندما نشوف انه كله جاف من فوق. نطبخه هكذا في الخلف بس لا نطبخه من فوق. نخرجه بملعقة ونخليه يبرد. يمكن نستخدم
الشيء مثل الكتلي حق الشاي أو أي شيء آخر الذي يخرج منه شوية عجينة، لا نريد أن يخرج كثير لأنه نريد أن نعمل دائرة. أكثر شيء أنا أستخدم يعني حجر لكي أطبخه فوقه، ولكن كنت أريد أن أراكم كيف يكون إذا استخدمت الحديد. فهذا اللحوه عملته بالحديد الذي على يمين بالحديد والذي على يسار في الحجر. آخر شيء يمكن إذا أريد أن أعمل لحوه مرة ثانية في نفس الأسبوع أخذ شوية من العجينة وأعمل العجين المخمر مرة ثانية، فإضافة له دقيق أبيض وماء ودقيق أسمر مثل عملنا في البداية. وهذا وخلاص كملنا. أتمنى وهذا كان يعجبكم وشكرا جزيلا لكم.